والوهم ممكن يبقى وجهة نظر. الموت حقيقة والحياة وهم كبير. الجن حقيقة، كرههم ليك، أذيتهم، شرهم، خطرتهم عليك، كل ده حقيقة. لكن تبقى موهوم لما تعرفش ان البشر هم أشر وأخطر كائنات موجودة على الأرض. دكتور نادر، أرجوك خد راحتك أكتر. أنا حابب أسمع منك كل التفاصيل. انت دكتور نفسي وانا دكتور كيميائي، احنا الاتنين نؤمن بالعلم. انا بتعامل مع المادة، شيء ملموس حقيقي. بس اللي حصل معايا ده واللي شفته كان برضه حقيقي. التماثيل كانت بتتحرك وبتتكلم. دكتور نادر خطاب باحث كيميائي في واحدة من الجامعات الخاصة، بيحب شغله وبيحب كمان هوايته اللي بيمارسها بانتظام، وهي النحت، خصوصا تجسيد ملامح البشر. بيته مليان بالتماثيل. إنتاجه للتماثيل زاد بشكل كبير بعد جوازته الأولانية من نريمان، اللي انتهت بطريقة مأساوية هتعرفوها بعدين. وبعد 6 سنين من الوحدة قابل مريم. كنتش متخيل اني ممكن اتجوز مرة تانية، ولا بيتي تدخله واحدة ست بعد نريمان واللي عملته فيا. بس مريم كانت مختلفة، غيرت كل حاجة. وللأسف هي كمان اتغيرت كتير بعد الجواز. أنا ما بقيتش عارفة أعيش كده. أنا تعبت. ده بقى متحف ما بقاش بيت، تماثيل ووشوش في كل حتة. البيت بقى بيحصل فيه حاجات غريبة، وأنا بقيت بخاف منهم بجد يا نادر. تخافي من ايه يا حبيبتي؟ وبعدين مش هو ده الفن اللي كنتي مبهورة بيه يا مريم؟ ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير إني ما كنتش أعرف إنك هتعيش معاهم وتسيبني. يا نادر، أنت ما بقيتش شايفني ولا شايف نفسك. أنت بقيت زيهم، ما بتحسش. وهي كانت تقصد ايه يا دكتور نادر بان البيت بيحصل فيه حاجات غريبة؟ ما كنتش فاهم قصدها في البداية، لكني فهمت في نفس الليلة. بعد ما مريم خلصت خناقة كل يوم مع نادر، دخلت تنام في أوضتها، ونادر نام في مكانه جنب التماثيل. نادر، يا نادر، اصحى يا نادر. الكابوس بتاع كل مرة ليه الملعونة دي بتظهر لي في أحلامي؟ بس ده مش حلم يا نادر. انت بتعملي ايه هنا؟ دخلتي هنا ازاي؟ هو انت فاكرني هسيبك؟ عاوز تعيش وتتبسط مع عروستك الجديدة وتنساني؟ أنا يا نادر تنسى إن ريمان حب عمرك؟ طيب وحقي؟ انت واحدة خاينة، وانا اللي هاخد حقي منك. انت مش هتقدر تعمل أي حاجة يا نادر، بس أنا أقدر. هخلي كل يوم يعدي عليك انت وعروستك لعنة. مش هتشوف راحة أبدا يا نادر، مش هتشوف راحة أبدا. ابعدي يا نريمان، انا بحذرك. ابعدي يا نريمان، نادر، ابعدي يا نريمان. نادر، يا نادر، هي وصلت لكده؟ أقوم من نومي على صوتك، أدخل عليك ألاقيك بتتكلم مع تمثال لوحدة كمان؟
هي دي نريمان اللي بتقول اسمها؟ وهو ده التمثال اللي على طول مغطيه مش عاوزني اشوفه؟ للدرجة دي مش قادر تنساها؟ اهدي يا مريم، هفهمك كل حاجة. طلقني يا نادر. كنت مضطر وقتها احكي لها على كل حاجة علشان تفهم ان تمثالها ده ما بقاش بالنسبة لي غير رمز للخيانة والغدر، وان اللي حصل ليلتها ده مجرد كابوس. ده اللي كان نادر بيقنع بيه نفسه، إنه مجرد كابوس. وأقنع بيه كمان مريم اللي قدرت تأثير الصدمة عليه في حياته وتعاطفت معاه وقررت تكمل مع نادر الكابوس. بجد ده احسن قرار اخدته من يوم ما اتجوزنا. عندك حق، احنا محتاجين للسفرية دي فعلا. بس هو كان ضروري يعني نمشي بالليل كده؟ صدقيني الطريق بالليل هيعجبك. حبيبتي انا اسف، نسيت الموبايل في الشقة، هتعبك تجيبيه على ما احط الشنط في العربية. اديني كمان تليفونك هعمل منه مكالمة. اتحركت مريم للأسانسير تطلبه علشان تطلع، ولكن الأسانسير منزلش، مرضيتش تعطل نفسها، وبما ان الشقة في الدور التالت مش بعيد قررت تطلع السلم. قرار هتندم عليه. النور اللي كان على السلم شغال بنظام بيطفي بعد وقت معين ويشتغل كله من زرار موجود في كل دور. ومريم أول ما عدت الدور التاني وهي في نص السلم اتقطع النور. اتوترت من الضلمة، فتحت شنطتها تطلع تليفونها ولكنها ملقتهوش. اديني كمان تليفونك هعمل منه مكالمة. توترت أكتر، فاضل خطوات وتوصل لشقتها، طالعة بخطوات بطيئة سندة بإيديها على الحيطة، ولكنها حست بشيء غريب. حطت إيديها عليه، دي مش الحيطة، ده شعر. في ايه اسم الله عليكي يا حبيبتي، مالك؟ انتي مين؟ انا جارتك في الشقة دي، طلعت على صوتك ولقيتك على الارض. قومي بس، تعالي ادخلي عندي ارتاحي، اشربك حاجة تهدي اعصابك. اقعدي يا حبيبتي ارتاحي، هو برضو غلطان. هو مين؟ جوزك، يسيبك كده تطلعي لوحدك في وقت زي ده؟ واطي طول عمره. انتي بتقولي ايه وتعرفي جوزي منين؟ هو مش حكالك عني؟ ايوه، انا شفت الوش والملامح دول قبل كده. انتي هي نريمان التمثال؟ عارفة انك محظوظة، انتي كمان كان هيبقى ليكي تمثال زينا، بس للأسف هتموتي بطريقة تانية. وقعت جنب العربية، رموها من فوق. مين هم دول اللي رموها يا دكتور؟ تماثيل، أيوة هم، صدقني هي كان عندها حق، أنا شفتهم بيتحركوا وبيتكلموا. رميت مريم وقتلتها بالطريقة دي ليه يا دكتور؟ أنت بتقول إيه؟ ليه مصيرها كان مختلف عن اللي سبقوها؟ أنت تعديت حدودك، أنا لازم أمشي. أرجوك ارتاح يا دكتور نادر، دي طريقتك مش كده؟ تألف قصة من أوهامك وتحولها لحقيقة تصدقها، زي ما عملت كده في الجلسة دي بالظبط. وهمت نفسك إنك عند دكتور نفسي بيعالجك، وأنا صحيح دكتور نفسي،
لكني مش هنا علشان أعالجك يا دكتور. أنا هنا علشان أحدد إذا كان اللي جاي من عمرك ده هتقضيه في السجن ولا في المستشفى. دكتور نادر، أنت مجرم خطير وغير سوي، وقتلت مريم بالطريقة دي علشان كشفتك. لا، قتلتها علشان شبههم كلهم. خاينة، الوحيدة اللي حبيتها فيهم بعد نريمان. ولما قررت احكي لها وافرجها على اعمالي الفنية العظيمة اللي مفيش فنان يقدر يعمل زيها ابدا، طلع ما عندهاش ذوق ولا بتفهم حاجة. صرخت وهددتني، عاوزة تبلغ عني، تغدر بيا وتخوني زيها بالظبط. خسارة، كانت هتبقى تحفة فنية مذهلة. نادر اتعرض لصدمة في حياته غيرت كل حاجة بعدها. بعد قصة حب سنين طويلة من طرف واحد، أخيرا نريمان وافقت عليه، اتجوزوا. وبعدها بوقت مش كتير اكتشف خيانتها ليه مع زميلها في الشغل. شافهم بعينه جوه بيته. أثبت خيانتهم وأقنع أهلها إنها هربت مع عشقها، ولكن الحقيقة إنه قتلهم هما الاتنين ليلتها. وبخبرته في المواد الكيميائية قدر يحلل جثثهم ويخلطها مع مواد تانية علشان يقدر يعمل منها تماثيل. وبعدها الدكتور اتحول لسفاح. في أوراق بتثبت إن دكتور نادر في خلال ال6 سنين اللي فاتوا اتجوز على أوراق رسمية 11 مرة، وطبعا كلهم اختفوا. المرعب إن عدد التماثيل اللي لقوها في بيت نادر لحد دلوقتي بس أكتر من 40 تمثال. أنا ما عنديش ضحايا، عندي أعمال فنية من لحم ودم. كنت بنحت الحقيقة بإيديا، والتماثيل ما بتخونش.